Hi mochis and young, welcome back or welcome to my channel if you're new. عايزه اقول لكم ان انا فيديو النهارده ده انا ما كنتش مقرره اصلا ان انا اصوره، يعني فكره الفيديو ده ما كانتش في دماغي، ولكن كنت قاعده وشفت فيديو كده على انستجرام بيتكلم عن ازاي الواحد ممكن يرتب عقله وكمان يرتب وقته. الموضوع ده انا اتعلمته بقالي سنين كتيره جدا، بحاول في موضوع ان انا انظم عقلي وانظم وقتي، واخيرا عندي كده زي طريقه ان احنا نقدر ننظم وقتنا وعقلنا. فقلت طب ما يلا بينا خلوني اصور الفيديو ده النهارده، وكمان حسيت ان الفيديو ده هيفيد ناس كتيره جدا، كنتوا صغيرين في السن او كبار في السن، في مدرسه، في جامعه، متخرجين زيي. فكره ان انت تنظم عقلك او وقتك حاجه ملهاش علاقه بالسن اصلا، فانا حسيت ان الفيديو ده مفيد جدا ليكوا. في فيديو النهارده هقول لكم طرق بسيطه جدا ازاي تنظموا عقلكم وكمان وقتكم. يلا بينا خلونا نبتدي. بما اني بكلمكم عن تنظيم الوقت وتنظيم العقل، انا اصلا اول حاجه عايزه اكلمكم عنها وهي فكره ان انتوا تعملوا حاجه اسمها to do list. ده اسمها بالانجلش حاجه اسمها to do list، يعني لستة او ورقه بمعنى اصح بنكتب فيها الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. خلوني كده اوريكم مثال بسيط جدا عن ازاي تقدروا تعملوا التو-دو ليست بطريقه صحيحه، لانه في للاسف ناس بتعمل تو-دو ليست بطرق غلط، وده بيؤدي ان هي في الاخر برضو ما تنجزش حاجه او ما تعملش حاجه او كمان ما تنظمش وقتها او عقلها. فخلوني اوريكم كده مثال سريع. انا دلوقتي مثلا بصور فيديو، والفيديو ده فيه حاجات مهمه كتيره لازم تتقال، وغصب عني وانا بصور الفيديو ممكن في نقط مهمه انساها وانا بتكلم، فانا اوريدي عامله زي تو دو ليست او حاجات انا عايزه اقولها لكم في الفيديو ده ومرقماها 1 2 3 بحيث ان انا منساش، لانه غصب عننا بجد يا جماعه احنا بني ادمين وبجد بننسى. رحت كاتبه كل حاجه على البورده بتاعتي قدامي اهي قدام عيني، عشان وانا بتكلم ممكن انسى، فلما ابص لها هفتكرها على طول. فدي طريقه ممكن تجيبوا، عارفين يا جماعه البورده دي بتتباع بجد في كل حته ورخيصه جدا، والماركرز، وتجيبوا بقى منها الالوان عشان الموضوع كده يبقى ممتع بالنسبه لكم، وتكتبوا الحاجات اللي عايزين تعملوها. قسموها بقى على مدار اليوم، على مدار الاسبوع، مثلا انتوا وراكم اسبوع عايزين تعملوا ايه في الاسبوع ده، او في حاجات بتتباع اليومين دول اللي هي التو دو ليستس الجاهزه. بصوا انا اوريدي في حاجات كاتباها تحت وشاطباها، دي حاجات انا بكتبها على مدار الاسبوع، يعني انا على مدار الاسبوع عايز اعمل النهارده كذا، بكره كذا، بعده كذا، بقعد اشطب على الحاجات اللي انا خلصتها. طب ليه اصلا موضوع التو دو ليست ده مهم؟ لانه احنا طبيعه دماغنا بيكون فيها افكار كتيره جدا وحاجات كتيره قوي عايزين نعملها، بس في الواقع الحاجات ما بتبقاش كتيره قوي زي ما احنا متخيلين او زي ما هي بتبقى في عقلنا. انسب حاجه ان انتوا تعملوها عشان اولا تهدوا عقلكم ان انتوا تكتبوا كل افكاركم في الورقه، بس مش عايزاكم تقعوا في الغلط ان انتوا تكتبوا كل حاجة في الورقة. بمعنى ان انا مثلا عندي حلم، احلام من حياتي، ان انا عايزة احقق حلم معين فهكتبه في الورقة، اكيد لا. احنا عايزين نكتب الحاجات الواقعية والحاجات الضرورية اللي لازم نعملها الاسبوع ده او النهاردة. مثلا انا ورايا درس كذا عايز يتذاكر، ما اكتبش مثلا ان انا ورايا 10 دروس اخلصهم في الاسبوع، لا، احنا لازم نكون واقعيين. انا فعليا هقدر اذاكر كام؟ 3، يبقى اكتب 3 بس، ما اكتبش 10. كون صادق مع نفسك، ما تكذبش على نفسك، ما تضحكش على نفسك. احنا عارفين احنا هنقدر نخلص ايه. تملوش الورقه حاجات كتيره قوي انتوا عايزين تعملوها، لانه برضو انتوا لما تبصوا للورقه هتتخضوا، اللي هو ايه ده انا ورايا كل ده اعمله، فهتكسلوا. عشان كده انا بقول لكم ما تقعوش في الغلط ده، واكتبوا الحاجات اللي فعلا مهمه وفعلا لازم تخلص النهارده او بكره. مش لازم خالص يا جماعه تشتروا اي حاجه من الحاجات دي، مش لازم تجيبوا بورده، مش لازم برضو تجيبوا الحاجات دي خالص. اي ورقه عندكم في البيت وقلم واكتبوا الحاجات اللي وراكم، بس الحاجات اللي هتكتبوها تبقى منطقيه، تكتبوها بالاولويات زي ما انا قلت لكم عشان فعلا تنجزوا وتعملوا الحاجات اللي وراكم، ما يبقاش كلها حاجات خياليه نفسنا نعملها وخلاص، لانكم هتحبطوا. فاول حاجه عشان تنظموا وقتكم وعقلكم التو دو ليست. طيب تاني حاجة عايزة اكلمكم عنها، لما تيجوا تكتبوا التو دو ليست دي لازم تحطوا خانة مهمة جدا، والخانة اللي هي الحاجات الترفيهية او الحاجات اللي هي فن ان احنا نعملها. بمعنى بسيط جدا، انا النهاردة عندي، عشان احنا دلوقتي مثلا في فترة الدراسة ومش عارفة ايه، let's say فترة الامتحانات كمان، فانا هكتب ان انا النهاردة يوم مثلا الخميس او السبت او whatever، ورايا ان انا اذاكر درس كذا، ورايا ان انا اعمل واجب كذا، ورايا ان انا مثلا انزل مش عارفة اروح فين. بس لازم كمان احط حاجة تتحط كده في اليوم، حاجة أنا بستمتع بيها، حاجة أنا بحب أعملها. مثلا النهاردة هاكل بالليل أكلة أنا بحبها،
النهارده بالليل هكافئ نفسي واتفرج على المسلسل اللي انا بحبه. ايا كانت بقى الحاجه اللي انتوا بتحبوها، في حاجات كتيره جدا كلنا مختلفين عن بعض اكيد، فتشوفوا انتوا بتحبوا ايه وتعملوا حاجه واحده على الاقل بتعملوها بتحبوها خلال اليوم، عشان ما يبقاش اليوم كله مرهق ويوم صعب. لازم تكافئوا نفسكم في الاخر، عشان لو فضلتوا كل يوم مذاكره ومش عارفه ايه ونازله اعمل ايه، هتتعبوا نفسيا قبل اي حاجه تانية، نفسيتكم هتتعب. فمهم جدا ان احنا نحط في التودو ليست بتاعتنا ان شاء الله لو بجد حاجه بسيطه جدا، ان انا انام، حتى ان انا النهارده هنام بدري مثلا، حاجات بسيطه جدا بس مع الوقت مع اللونج ران بتفرق جدا في نفسيتنا. حاجه بقى مهمه جدا برضو لازم نتعلم ان احنا نعملها، وان احنا نرفض ان احنا نعمل اي حاجه بتضيع وقتنا بشكل مش صحي. يعني مثلا حد هيقول لي انا بحب اتفرج على المسلسلات بطريقه مش طبيعيه، ده كده يعتبر زي هابت او عاده مش كويسه. ماشي، انا بحب اتفرج على مسلسلات واحنا عارفين ان المسلسلات بتضيع وقت، مش هنضحك على بعض. طيب انا امتى اقدر اغير العاده دي من عاده سيئه لعاده كويسه؟ ان انا اعمل كنترول على العاده دي. بمعنى هل انا هبطل مثلا اتفرج على مسلسلات؟ انا عارفه انه لا، ما دي حاجه انا بحب اعملها، بحب اتفرج على مسلسلات، حاجه بتسعدني، حاجه بتغير المود بتاعي. هل همنعها؟ لا، بس هقول لا ان انا افضل اضيع وقتي كله او يومي كله على المسلسلات. فلازم نعمل برضو تو دو ليست، واقول زي ما انا قلت لكم بالظبط نفس الكلام اللي قلته اللي فات، ان انا الصبح هقعد اذاكر درس كذا وكذا وكذا، وفي اخر اليوم مثلا او حتى في اول اليوم، مش فارقه امتى بالظبط في اليوم، هكافئ نفسي بحلقه واحده. فانا كده عملت ايه؟ حولت العاده السيئه بتاعتي ان انا طول اليوم مضيعه اليوم كله عماله اتفرج على مسلسلات واضيع وقتي مش عارفه في ايه وفي ايه، ان انا جديا اشتغلت وعملت اللي انا عايزه اعمله، وكمان ما منعتش نفسي من الحاجه اللي انا بحبها. ايا كانت بقى ايه هي العاده السيئه اللي انتوا بتضيعوا وقتكم فيها، لازم تقولوا لها لا. وبجد يا جماعه حاولوا تمسكوا نفسكم وتعملوا كنترول على الموضوع ده. مش لازم تمنعوها خالص، لان انتوا لو منعتوها انتوا كده اصلا بتاذوا نفسكم، بس ان انتوا تعملوا كنترول وتعرفوا امتى تقولوا لا، انا كده خلاص ستوب، كفايه قوي كده، انا لازم انظم وقتي واعرف امتى العاده السيئه دي اهديها شويه واعمل عليها كنترول، وتبقى فكره ان انا بتبقى زي جايزه ليا، زي ما انا شرحت لكم بالظبط عن فكره المسلسل. من فكره العادات السيئه دي لازم نغير عقلنا ونفكر ان احنا ازاي نقدر نغير العادات السيئه بعادات صحيه وعادات تفيدنا على مدار السنين. بمعنى بسيط جدا، انا برضو هقول لكم عاده مثلا كنت بعملها كتير، ان انا بعشق الاكل وبحب الجانك فود قوي. اقنعوني مين مش بيحب الجانك فود؟ بس الموضوع ده اثر عليا صحيا، يعني يا جماعه اتبهدلت. طبعا انا متاكده ان في ناس كتيره زيي، ومش شرط بقى موضوع الاكل، يعني اكيد في عاده سيئه انتوا كنتوا بتعملوها او لسه بتعملوها وبتاثر على مثلا بقى نفسيتكم او صحتكم او وات ايفر بطريقه مش كويسه. ازاي نقدر ان احنا نغير العاده السيئه دي لحاجه كويسه او صحيه؟ زي ما انا قلت لكم، ان احنا نقف نعمل كده لستة بالحاجات اللي احنا شايفينها مش كويسة في حياتنا مهما كانت ايه بقى، لان احنا طبعا كلنا مختلفين عن بعض، انا بعمل حاجة وانتوا بتعملوا حاجة، كلنا مختلفين. نكتب الحاجات دي في ورقة ونشوف. طيب مثلا انا كنت باكل اكل مش صحي تقريبا 50% من يومي، باكل حاجات اللي هي سناكس، يعني الشيبسي بقى وحاجات كده كتير قوي. طيب انا امتى قدرت ان انا اغير العادة دي لصحية؟ ان انا وقفت نفسي، قلت لا، قلت ستوب زي ما قلت لكم في النقطه اللي فاتت، وبدات اشوف على يوتيوب اكل صحي يكون طعمه حلو او يكون فيه افكار جديده، حاجات زي كده. فبدات ان انا احب فعلا الاكل الصحي والمفيد، بس ستيل ما منعتش نفسي اكيد من الشيبسي والحاجات دي، باكلها بس باكلها كل فين وفين، فاهمين قصدي؟ مش كل يوم. بدات ان انا اعمل كنترول على نفسي زي ما قلت لكم، وان انا اقول لا دي فعلا عاده سيئه وهتاذيني صحيا بعدين. انتوا بقى قيسوا الموضوع ده على اي حاجه انتوا بتعملوها مش صحيه في حياتكم، مش شرط اكل خالص، وشوفوا alternative ليها. alternative يعني شوفوا بديل ليها صحي. دوروا كتير قوي في الحاجة الصحية او الحاجة المفيدة اللي ممكن تغيروها او تستبدلوها بالحاجة السيئة اللي كنتوا بتعملوها. واخيرا وليس اخرا، حاجة هتفرق بقى معاك انت كشخص، كفرح امبارح وفرح النهاردة، ايه الفرق؟ دي حاجة انتوا بجد لو عملتوها هتشوفوا فرق شاسع في حياتكم،
وهي ان انتوا تطلعوا بره الكومفورت زون. بمعنى طبعا احنا كلنا عارفين فكره الكومفورت زون، او ان انا اكون مرتاح في حاجه معينه فانا ما بطلعش بره الكومفورت زون دي، بفضل اعمل الحاجه دي عشان انا مرتاح فيها، ما بجربش حاجات جديده، ما باخدش اي ريسكس في حياتي، فانا بفضل اعمل نفس الحاجه، فبالتالي انا ولا بتقدم لقدام، انا بفضل هنا 2020 انا هنا، 2021 انا هنا، 2022 انا هنا، وكمان السنه الجايه 2023 انا هنا. ليه؟ لان انا ما جربتش حاجه جديده، انا طول انا مرتاح خلاص في مكان وهفضل فيه. طب ما انت كده استفدت ايه؟ انت كده اصلا عملت ايه جديد في حياتك؟ اطلعوا بره الكومفورت زون دي. وانا اتعلمتها ذا هارد واي والله، لان انا فعلا زمان ما كنتش بطلع بره الحته الراحه دي بتاعتي. خلاص انا مرتاحه في حاجه، خلاص انا هفضل اعملها طول حياتي. بس لما بدات ان انا اطلع بره الكومفورت زون بتاعتي واخد ريسكات، مش شرط ان الريسك اللي انا باخده ده ينجح، او الحاجه اللي انا باخد فيها ريسك دي تنجح، ولكن لو ما نجحتش انا بتعلم منها حاجات كتيره جدا. بدل ما كنت هنا بقيت هنا، وتاني يوم اخدت ريسك تاني بقيت هنا. ليه بقيت هنا؟ مش عشان انا خدت ريسك، بس الريسك اللي انا خدته ده اتعلمت منه حاجات كتير قوي، فبالتالي انا كبني ادم كبرت واتعلمت مشكله مثلا، او واجهت حاجه واتعلمت منها حاجه، فبالتالي انا بدل ما كنت هنا طلعت سلمه، اليوم اللي بعده طلعت سلمه تانية. ممكن في يوم تنزل سلمه، بس هل ان انا نزلت سلمه هفضل في نفس السلمه وافضل قاعد فيها بقى طول السنين؟ لا، مش مهم. خد التجربه، خد ريسك زي ما انا قلت، اتعلم واغلط، لان انت لو ما غلطتش فمش هتتعلم، فخلاص هتفضل في مكانك زي ما انا قلت. فبجد يا جماعه نصيحه مني ليكوا، اطلعوا بره الكومفورت زون، جربوا كل حاجه. طبعا يعني نعقلها برضو، تكون الريسك اللي انتوا بتاخدوه ده تبقى حاجه محسوبه، تبقى حاجه انتوا عاقلينها قبل ما تعملوها، مش اي ريسك ناخده وخلاص. اكيد ممكن ما تطلعوش او ما توصلوش للهدف اللي انتوا عايزينه، ولكن صدقوني هتتعلموا حاجات كتيره جدا من بس ان انتوا طلعتوا بره الكومفورت زون بتاعتكم. انا حاسه ان انا بقالي كتير قوي بتكلم، بس انا بجد يعني بتكلم من حاجات انا عديت بيها، وبجد قلت ان انا اعمل الفيديو ده ليكوا عشان انا بجد حاسه ان هو هيفيدكم جدا. فلو حسيت ان انتوا اتعلمتوا اي حاجه بسيطه من الفيديو ده ما تنسوش تعملوا له شير. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي، انيونج.